عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه لك سيداتي مع فاتي. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم طاجين بالخضر واللحم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نحتاجو في الطاجين ديالنا اللحم على حسب الكميه اللي بغيتو، والتوابل انا غنستعمل الثوم وملح وسكنجبير شويه ديال الكمون. انا كيعجبني ندير فيه شويه الكمون، كيجي فيه مذاق لذيذ. كاين بزاف الناس ما كيديروش الكمون. شويه ديال التحميره شي مرات كنديرها شي مرات لا، على حسب بعض المرات كدير مذاق خايب في الطاجين، ما تكثروش منها يعني غير شويه. والبزار والخرقوم البلدي، هادو هما التوابل اللي غنستعمل، وزيت البلديه. غادي نحك عليهم هاد الطريز ديال الثوم. حتى الثوم كاين اللي كيديروا وكاين اللي ما كيديروش، ولكن حتى انا نيت شي مرات كيعجبني الحال نديرو فيه، شي مرات ما كنديروش. كيعطي فيه مذاق زوين. غنحكو هنايا. نخلط مع التوابل مع شويه الماء، ممكن تضيفوهم نيشان، ممكن تخلطوهم شويه الماء عاد تضيفوهم هنايا. نحاول ندهن بهم هاد اللحم ديالي. الا بغيتو تضيفوا الربيع ضيفوه، انا ما درتوش. كيكحل يعني كيكحل لينا لاصوص ديال الطاجين، كنفضل نديرو غير من الفوق. شي مرات كندير العواد ديالو لتحت هكا في الطاجين، اولا خيزو حتى هو كنديرو في التحت. بقى الاغلبيه يعني كيديروا الحوت. حتى في الطاجين ديال اللحم باش اللحم ديالنا ما تلصقش ممكن نديرو فيه خيزو من التحت، اولا الاوراق ديال الاعواد ديال الربيع. وغندير زيت البلديه على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي يكثرها كاين اللي كيقللها. غنديرو دابا فوق الطاجين وغنقطع البصله ونديرها ليه من الفوق. الطاجين بطبيعه الحال ما نحطوه حتى نديرو تحت منه واحد القصديره باش ما يتشققش لينا. من بعد ما درت اللحم ديالي فوق النار، كناخذ واحد البصله محكوكه كنديرها فوق من اللحم ونخلطها معاها. خليت اللحم ديالي كتشحر ومشيت كنقطع في الخضره. من بعد ما قطعتها دابا غادي نستفها فوق الطاجين. اول حاجه هي البصله. الطاجين تيبغي البصله بكميه يعني معقوله، ماشي البصله تكون قليله. انا حكيت بصله كما شفتوا في الاول، وغنضيف واحد البصله من الفوق نقطع على هذا الشكل. من بعد ما ضفتها غنزيد شويه ديال الملحه فوق منها، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير. وماشي ضروري تزيدوا، غير باش كل خضره كتكون عندنا فيها المذاق تكونش باسله. ونصطفوا بطاطا، الخضره اللي كتستعملوا على حسب العائله ديالكم شنو كتاكل. بعد ما صطفت البطاطا نصطف دابا القرعه. خيزو
كما قلت لكم ممكن ديروه في الطاجين لتحت باش اللحم ديالكم ما تلصقش. كندير الجلبانه هنا في الوسط، انا ما تيبغيوش ليا الجلبانه بزاف، كندير منها شويه في الوسط. مطيشه مقطعه، زيتون، الربيع. غنزيد شويه الملحه من الفوق، البطاطا ديالي ما فيهاش الملحه، والجلبانه ومطيشه والبزار حتى هو نزيدو. كاين اللي كيعجبو يضيف حتى سكنجبير، ممكن ديروه ممكن لا. وشويه ديال التحميره غنديرها هكا من الفوق. غادي ندير مع الطاجين نص كاس ديال الماء يكون سخون، لان الخضره غتطلق مازال الماء ديالها، والا بان لينا الطاجين بانه باقي خاصو الماء نزيدوا ليه مازال الماء. غنغطي عليه ونخليه يطيب على نار مهيله، ومره نطلع عليه. نسيت ما قلت لكم واحد لاستيوس البنات، بالنسبه اللي كيبغيو الطاجين ديالهم يطيب دغيا وما عندهمش الوقت، كياخذوا ورق الطبخ وكيديروا عليه هكا من الفوق وكيسدوا عليه الطاجين وكيخليوه يطيب. راه ما كياخذش وقت كثير دغيا كيطيب. يعني ملي كديروا ليه هاد ورق الطبخ كيتزمت وكيطيب لينا في اسرع وقت. الطاجين ديالنا البنات من بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل. راه باقي سخون كما كتشوفوا. انا كيعجبني نزيد عليه واحد المعلقه ديال زيت العود في الاخر فاش كيطيب. كتعطي فيه المذاق زوين. نتمنى يعجبكم وتجربوه على الطريقه ديالي، وان شاء الله غادي ينجح معكم ويجيكم لذيذ وبالصحه والراحه البنات. نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناه بالنسبه للاخوات اللي مازال ما اشتركوش، والاخوات اللي مشتركين واللي ما مشتركينش كنقول لكم ديروا جيم الفيديو، وشكرا بزاف على المشاهده.